النهاردة أنا عايزة أتكلم في الحلقة عن تجربة شخصية، تجربتي مع نظام الكيتو. أحكي لك التجربة، ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت الجميل. وطبعا كالعادة لازم نبدأ مع بعض من أول السطر. كيتو دايت أو الكيتوجينيك، أكيد كتير منكم سمعوا عن نظام الكيتو كنظام غذائي للتخسيس. لكن انا جايه اتكلم عنه النهارده مش بشكل خبير التغذيه، انا مش خبير التغذيه. انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه مع الكيتو. اتعلمت منه ايه الصعوبه اللي كانت فيه، ايه السهوله اللي كانت فيه، وهكذا. يعني البدايه زي اي حد عادي جدا، كنت بدور على نظام غذائي عشان عايزه اخس كده كام كيلو. فسمعت كتير وقرأت عن الكيتو دايت، شفت فيديوز كتير على اليوتيوب خاصة لدكتور بيرج. بدأت أتابع إيه اللي بيحصل في الجسم، إيه اللي بيتغير. اكتشفت إن ليه لأ، طب ما أجرب النظام ده. في البداية إيه هو الكيتو دايت؟ الكيتو دايت باختصار هو نظام اتعمل زمان عشان يعالج مرضى السكر ومرضى الصرع، فكان نظام قاسي جدا. طيب، هدف إيه النظام ده؟ في البداية الجسم بتاعنا بيحتاج وقود عشان يمشي. الوقود اللي احنا كلنا اتعلمنا عليه وتربينا عليه هو الجلوكوز. ناكل سكريات ونشويات وعيش ورز، وكل ده في النهاية بتحول لجلوكوز، وهو ده اللي بيمشينا ويمشي دماغنا ويودينا طاقة. وكل ده نظام الكيتو دايت بيجي ويقول لك لا، احنا هنعمل لك ريست للجهاز خالص. عارف كده، زي ما حد يغير عربيته من بنزين لغاز. اهو ده اللي بيحصل، انت بتغير الطاقه اللي محتاجها جسمك من انك تمشي بالجلوكوز، تمشي بحاجه اسمها الكيتوس او الكيتونات. دي بتمشيك بالظبط زي الجلوكوز واحسن كمان. مرحله انك تحول من ان الجسم طول عمره على مدى حياتنا ماشي بالجلوكوز، انك تمشيه بالكيتونات. التحويله دي بقى بتبقى متعبه، ودي تيجي اول خطوه بتقابل اي حد بيقرر انه يعمل كيتو. تجربتي الشخصية فضلت أول يومين ثلاثة في حاجة بتحصل اسمها الكيتو فلو أو انفلونزا الكيتو، كأنك بالظبط داخل على دور برد، صداع ودوخة وزغللة وعدم تركيز. حس إن أنت فاصل تماما، لأن أنت بتحول بقى من شفت الجلوكوز بتنقل على الكيتونات. الفكرة إن أنا اتحملت، لأن أنا كنت داخلة الدايت بحماس شديد جدا. وانا لما ببدا حاجه بحب ابداها كما يجب ان تكون، يعني اطبقها بالظبط. فاتحملت يوم واتنين لحد بعد كده ما لقيت نتائج حلوه جدا. طيب، احنا بناكل ايه في الكيتو مختلف؟ في العادي زي ما قلنا الجلوكوز يعني نشويات وسكريات. الكيتونات محتاجه اكتر دهون، يعني بدل ما بتمشي مخك بالسكر بتمشيه بالدهون. اللي بيحصل في الحاله دي ان انت بتبدا، هو هنا بقى بتيجي الناس كتيره بترفض انها تطبقه، لانها بتقول ان ده نظام صارم جدا بيحرمني من معظم الاكل، وجسمي محتاج سكر ومحتاج حلويات ومحتاج. الحقيقه ان الجسم محتاج الحاجات ده واحنا بنتبني او احنا اطفال، لكن بعد ما نكبر احنا محتاجين حاجات بس تمشينا. فدي اول حاجه هتقابل اي حد، ان هو فعلا بيحرمك من حاجات كتيره جدا. بتبقى محدد في نوعيات اكل محدده في الاول في البدايه، وبتحس ان انت مش عارف تاكل ايه بالظبط او ما تاكلش ايه. هي الفكره لو انت قسمت الطبق بتاعك هتلاقيه محتاج في نظام الكيتو تخلي 3/4 بروتين ودهون وخضار، وشويه كربوهيدرات كده صغيره جدا 5% ولا حاجه، برضو بتيجي من الخضروات يعني، بس بتتخلى عن الباقي كله. انا اول ما بدات النظام طبقته كما يجب. كنت بادئه كمان مع شهر رمضان وكان مع الصيام، فكان عامل نتيجه حلوه جدا. كنت الفطار ممكن يكون ايه؟ انك ما فيش عيش، اولا ما فيش مخبوزات نهائي، ما فيش نشويات ولا سكريات ولا حلويات. الفواكه محدده جدا زي الفراوله او البيري، عايز عزيمه شديده جدا. انا طبقته، مشيت على الكلام ده كله واتحملت لمده شهرين كاملين. من اول شهر اولا وزني نزل اكتر من 10 كيلو، حوالي 11 كيلو، وده بالنسبه لي هايل جدا، يعني انا ما كنتش محتاجه اكتر من كده. بدات الاحظ بقى حاجات تانية اهم من الوزن. مقاسات الجسم كلها اختلفت. يعني بدل ما كنت بلاقي نفسي بلبس مثلا مقاس كبير، بدأ المقاس يقل، ودي كانت حاجة حلوة جدا. بدأت ألاقي فيه تركيز شديد جدا طول فترة ما أنا
موقفه الاكل، الدماغ والعقل مركزين. الكيتو دايت مرتبط معاه حاجه جميله جدا اللي هي الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده نظام بيخليك تقسم يومك ال 24 ساعه، تاكل مثلا في 8 ساعات، عندك 8 ساعات تاكل فيهم و16 صيام. او ممكن مثلا في ناس تانية العكس، تصوم 14 وتاكل اكتر وهكذا. بس المهم يبقى في فتره طويله تتوقف فيها عن الاكل. الحقيقه ان ده بالنسبه لي كان سهل جدا، لان انا شخص ما بحبش الفطار، فبقيت بعمل ده وانا مرتاحه جدا. اخر وجبه مثلا تبقى الساعه 6 او 7، ما افطرش تاني يوم غير 10 او 11، او لما جوع. كل ما احس ان انا مش جعانه ما باكلش ابدا غير لما احس ان انا جعانه. استفدت من الكيتو دايت زي ما قلت، حققت التارجت اللي كنت عايزاه، وزني نزل. طيب، هيجي سؤال: هل الكيتو دايت نظام نقدر نستمر عليه طول الوقت؟ هيكون صعب. يعني هو زي ما قلت نظام صارم وقاسي وبيحرمك من حاجات كتيرة، وطبعا الإنسان ما بيحبش يبقى حاسس بالحرمان. فهيجي في وقت وتقول لا أنا هخرج من الكيتو دايت. وأنا فعلا بعد شهرين حسيت إن أنا حققت حاجات كتيرة كنت عايزاها، فخلاص. بس بقى النتيجة اللي اكتشفتها بعد ما خرجت من الكيتو دايت، إنه تحول بالنسبة لي اللايف ستايل، بقى أسلوب حياة. بمعنى إن أنا أول حاجة اتخليت تماما عن حبي للسكريات. انا في اللحظه دي مش عامله دايت، بس ما بتحملش اي حاجه فيها سكر او سكرها عالي جدا. العيش والمخبوزات ممكن اكون رجعت اكل عيش ومخبوزات، لكن طبعا بنسبه قليله وصغيره. يعني ممكن اكل شريحه توست صغيره محمصه، او رغيف صغنون جدا بكون محمصاه برضو، وده مش كل يوم كمان. اتخليت كمان عن فكرة السناكس، الأكل بين الوجبات ده. أنا باكل وبس. ممكن أبقى في مشروبات. أول ما بدأت الكيتو اتعلمت حاجات حلوة جدا. كنت طبعا في الأول محتاجة بدائل لكل حاجة، محتاجة بدائل للسكر، بدائل للعيش، بدائل للرز. فاتعلمت مثلا أعمل أنواع كتيرة جدا من المخبوزات، بدقيق الشوفان، بدقيق اللوز، بدقيق السمسم. هتلاقي وصفات الكيتو ملهاش عدد. أنا بقى كنت بحب أطبقها كلها، ويكون في حاجات منها بحبها جدا، وحاجات ما بقاش متقبلاها. واتعلمت اعمل كيك وحلويات وشوكولاته كلها باستخدام حاجات فيها كيتو دايت. هي معتمده زي ما قلت على الدهون، يعني انك تستخدم الزبده والسمنه، ما فيش زيت. انك تستخدم سكر بديل زي مثلا سكر ستيفيا. كل الحاجات دي انا اتعلمتها وبقت ماشيه معايا دلوقتي. حتى رغم ان انا ما بعملش الكيتو كما يجب، لكن ما بستخدمش سكر عادي. لو محتاجه سكر بيبقى ستيفيا وكميات قليله ومش كل وقت. العيش ممكن اتخلى عنه بسهوله. السناكس، الاكل بين الوجبات، لا خلاص اتمنع. بقيت محدده حتى في الفواكه اللي بحبها. لو في حاجه عايزه اكل منها بيبقى بنسبه قليله. بالنسبة للصيام المتقطع ده عجبني جدا، وده ماشي عليه طول حياتي. يعني آخر وجبة عندي مثلا الساعة 6 أو 7، ما بفطرش تاني يوم غير لما أحس إني جعانة، بقى جوعت 10 11 12 أي وقت. ولما أجي أكسر صيامي ما هدش بقى كل اللي أنا عملته، يصعب عليا ساعات الصيام. فتلاقيني باكل مثلا حاجات محددة. كيتو يعني بيبان من بره إن هو فعلا نظام صارم ومتعب، واحيانا كمان بيكون مكلف، لان البدائل اللي موجوده فيه بدائل مكلفه. يعني بتستبدل الزيت بزيت الافوكادو، الزبادي العادي بالزبادي اليوناني، السكر العادي بستيفيا، الدقيق العادي بدقيق اللوز. طبعا هو هيبان صارم وكمان في نفس الوقت مكلف. بس مع الوقت بعد ما بتبدأ تتعامل معاه، تاخد ايه وتسيب ايه، زي ما انا بعمل دلوقتي. بدأت ان انا اعرف ايه الحاجات اللي انا ما ارجعش ليها خالص، والحاجات اللي انا اقدر يعني اكلها تاني بشكل صغير. زي مثلا العيش لما بحس نفسي فيه زي ما قلت حاجه صغيره. الرز نفس الحكايه. ما بقتش ابدا عندي زي ما بيقولوا كده كريفنج للحلويات طول الوقت. لان اللي كان بيحصل في النظام القديم بتاع الجلوكوز، ان مثلا الصبح انت هتفطر كرواسون او باتيه، او حتى هتفطر فول وطعميه وعيش. الحاجات دي كلها بتملى المعده جدا، بس بعد ساعتين اتنين بيهبط مستوى السكر تماما، وتبقى عايز تاكل، تفضل في دايره بقى من الجوع والاكل. احلى حاجه الكيتو بتكتسبها منه فعلا هو انه بيكسر لك دايره الجوع والشبع، لانك في الوجبه بتاعتك بتاخد حاجات
مركزة ومغذية جدا ومفيدة. ده بتجيب بيض بتعمله في سمنة أو في زبدة مع قطعة جبنة، شوية خيار، فلفل أخضر، خس، كابوتشا، زي ما انت عايز، بس ما بتاكلش عيش. هتقول ايه ده، هو الواحد هيشبع من غير عيش؟ اه هتشبع من غير عيش، وهتشبع لوقت اطول، هتفضل شبعان لحد ما تيجي تتغدى تاني الساعة 6 او 7، من غير ما تكون في الوسط عمال تنقنق حاجات كتيرة. انا في الوسط ممكن يكون في مشروبات، قهوة، شاي، حاجات من دي. من الحاجات الحلوة كمان اللي أنا اكتسبتها في الكيتو إن أنا توقفت عن عشق للحلويات. بقت بالنسبة لي حاجات كده موسمية، لو في مناسبة، في عيد ميلاد، في حاجة حلوة، اه باكل، باكل بس مش كتير، مش زي الأول كنت طول الوقت عايزة حاجات حلوة. يقولوا إن نظام الكيتو أنت محتاج تجربه مرة في حياتك عشان يعلمك حاجات كتيرة، وبعد كده ما تستمرش عليه، بس هيعلمك حاجات كتيرة حلوة جدا. وفي النهاية طبعا كل واحد وصحته واستعداداته بتختلف. أنا حبيت إن أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية من وجهة نظر إنسانة عادية مش خبيرة تغذية، وإن أنا قد إيه استفدت منه. أنا الحلقة تكون مفيدة لأي حد عايز يعمل تغيير جذري فعلا في نظام حياته، وخاصة في أكله وفي صحته، لأن ده بيفرق كتير جدا. واتمنى في التعليقات تكتبوا لي لو حد جرب النظام، وايه رايه، وايه الحاجات اللي مش عاجباه واللي عاجباه. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه واللايك والكومنت. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه من اول السطر مع ايمان.